في إطار محاربة الجريمة بشتى أشكالها ولمحاربة ظاهرة سرقة السيارات، تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر من تفكيك 4 شبكات لسرقة السيارات وبيعها على شكل قطع غيار بتوقيف 9 أشخاص، من بينهم امرأة، مع استرجاع 4 مركبات مسروقة. العملية الأولى قامت بها فرقة خريسية كتيبة الدويرة، توقيف شخصين من بينهم امرأة قاموا بالاعتداء على الضحية بالعنف لغرض سرقة سيارته. التحقيق أفضى إلى توقيف أفراد الشبكة مع استرجاع المركبة. العملية الثانية عالجتها فرقة المناصرية كتيبة براقي إثر تلقي بلاغ لسرقة السيارة. التحقيق في القضية مع استغلال كاميرات المراقبة لمكان السرقة مكن من الوصول إلى الفاعلين في ظرف قياسي بتوقيف 3 أشخاص مع استرجاع المركبة المسروقة بصدد تحويلها إلى إحدى الولايات الشرقية قصد بيعها. العملية الثالثة قامت بها فرقة الأمن والتحري بالدويرة شمال على إثر تتبع دقيق العصابة تحترف سرقة المركبات، أين تمكن عناصر الفرقة من توقيف 3 أشخاص في حالة تلبس لسرقة مركبة وحجز المعدات التي كانوا يستعملونها. العملية الأخيرة عالجتها فرقتي الزونكا وجسر قسنطينة كتيبة بئر مراد رايس بتوقيف شخصين في حالة تلبس قاموا بتكسير زجاج المركبة قصد سرقتها، مع حجز أدوات مختلفة كانت تستخدم في عمليات السرقة ودراجة نارية. بعد استيفاء جميع مراحل التحقيق والإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين كل حسب اختصاص القضاء.